بينما وهو في طريقه للمسجد سمع خلاف بين امرأة وابنها الصغير، فلما اشتد الخلاف بينهما فتح الطفل الباب وهرب مسرعا خوفا من أمه، فأغلقت الباب خلفه وتركته خارجا. فلما عاد الإمام من المسجد وجد الطفل متكئا على الباب وهو يبكي ويستعطف أمه لكي تفتح له، ويناديها ويقول: سامحيني يا أماه، فلن أخالفك مرة أخرى بعد اليوم. فرق قلب الأم وفتحت له الباب، فبكى الفضيل بن عياض بكاء شديدا ثم قال: سبحان الله، لو صبر العبد على باب الله عز وجل كما صبر الغلام على عتبة أمه، ولله المثل الأعلى، لفتح الله له كل الأبواب. فاقرعوا الأبواب كثيرا بالدعاء وتوسلوا إلى مجيب الدعاء، لعل الباب يوشك أن يفتح لكم.